السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. معكم دهشان حسن دهشان، وجمعتنا في حلقة جديدة من حلقات اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهاردة هي الحلقة رقم 52 بداية من فارما تيوب، الحلقة رقم 16 بداية من جزء السنترال نيرفس سيستم. حلقتنا النهاردة بعنوان سكيليتال ماسل ريلاكسنت. هنتكلم عن أدوية أو مجموعة الأدوية اللي بتعمل انبساط للعضلات الهيكلية. مجموعة الأدوية اللي بتعمل انبساط للعضلات الهيكلية دي احنا شرحنا جزء منها أو جزء من المجموعة دي شرحناه في قبل كده في جزء الأوتونوميك نيرفس سيستم. فاكرين الحلقة رقم 12 من فارما تيوب، الحلقة رقم 6 من جزء الأوتونوميك نيرفس سيستم اللي اتكلمنا فيها عن مجموعة الأدوية اللي هي اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. المجموعة دي يا جماعة أحد الأدوية اللي بتعتبر سكيليتال ماسل ريلاكسنت، وده اتكلمنا فيه في حلقة سابقة واتكلمنا بكل تفاصيلها وقلنا مجموعات الأدوية واتكلمنا كل ده وما يميزه عن الآخر واتكلمنا كلام كتير جدا. طبعا ما ينفعش إن احنا نعيد الكلام ده كله مرة أخرى، لذلك حلقتنا النهارده هي جزئين، جزء اتشرح قبل كده وجزء ما اتشرحش قبل كده. الجزء اللي اتشرح قبل كده هو الجزء اللي كان شغال بريفرال، يعني الادويه اللي شغاله بريفرالي، الادويه اللي شغاله على الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي احنا اتكلمنا عليها ودي شرحناها قبل كده. يبقى اللي عايز يكتمل الموضوع ده معاه ويفهم الموضوع ده محتاج حلقه تانية مع الحلقه دي، وهي حلقه رقم 12. هتعمل سيرش عشان توصل للحلقه، تعمل سيرش على اليوتيوب او لو انت معاك اللينكات مجمعه. هي الحلقه رقم 12 من فارما تيوب، الحلقه رقم 6 من جزء الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي بنتكلم فيها على نيورو ماسكولار بلوكرز. دي اول جزء. طيب في ادويه تانية شغاله بميكانيزم تاني، ادويه تانية شغاله على السنترال نيرفس سيستم اللي هو عنوان الشابتر بتاعنا اللي هو سي ان اس. فبالتالي احنا حطينا الموضوع معانا هنا في شابتر السي ان اس لان الادويه دي شغاله سنترالي، فاحنا هنتكلم النهارده على الادويه اللي شغاله سنترالي. بخصوص الادويه اللي شغاله سنترالي هتكون ادويه مجموعه من الادويه بسيطه، وحلقتنا النهارده هتكون بسيطه جدا، يعني هتكون من الحلقات البسيطه اللي هنلخصها بشكل كافي وهنعرف ايه الفرق بين كل دواء، وهنعرف ما يميز الدواء ده عن التاني، وهنعرف بالظبط ايه حكايه الادويه اللي بتستخدم على نطاق واسع جدا كباسط عضلات، زي ما احنا واقفين في الصيدليه او نشوف نلاقي دواء باسط عضلات كما هو مشار اليه بيتوصف في حالات كتير. هنعرف الكلام ده كله طبعا. فحلقتنا النهارده من الحلقات الخفيفه، يعني اللي ما فيهاش داتا تقيله كده، وهتكون ان شاء الله حلقه من الحلقات الكويسه، اتمنى ان هي تعجبكم. تعالوا بينا نبدا موضوعنا النهارده. هنبدا موضوعنا طبعا زي ما اتعودنا، يعني نقول شويه كده نبذه عن الموضوع او نقول هيستوري عن الموضوع. في القرن ال16 المستكشفون بتوع اوروبا اللي هم الناس اللي كانوا بيركبوا المراكب والبحاره وكانوا بيكتشفوا الاراضي والبلاد الجديده وكده، هم لما راحوا لامريكا وشافوا السكان الاصليين بتوع امريكا، السكان الاصليين بتوع امريكا اللي هم الهنود الحمر اللي كانوا خاصه كانوا في منطقه الامازون. الناس دي كانت بتستخدم حاجه غريبه على المستكشفين دول. لما شافوهم كانوا بيستخدموا حاجه غريبه. هم كانوا بيصطادوا الحيوانات، لما كانوا بيصطادوا الحيوانات كانوا بيجدوا صعوبة في اصطياد الحيوان، مش طبعا بصعوبة ان هم يجروا ورا الحيوان، او لما بييجوا يضربوه بالسهم الحيوان بيجي فيه السهم وبيجري ايضا. وجدوا هم عملوا فكرة كده ان هم يحطوا مادة على السهم ده، مادة مستخلصة هم بيستخلصوها من احد النباتات عندهم، بيستخلصوها وبعدين بيحطوها على السهم. لما بيضرب الحيوان بالسهم المادة دي بتخترق جسمه وبتخش الدم وبتبدأ تشتغل، وبعدين في النهاية الحيوان بيموت. طيب المادة دي اسمها ايه؟ المادة دي اسمها الكيورير، والكيورير ده هو احد الادوية اللي هي او احد المركبات اللي هي بتعتبر نيورو ماسكولار بلوكرز. الكيورير بيعمل ايه؟ بيقفل مستقبلات الاسيتايل كولين، فيمنع الاسيتايل كولين انه يعمل شغل، فبيعمل ريلاكسيشن للماسلز تدريجيا كده لغايه لما يوصل للعضلات بتاعه الحجاب الحاجز يعمل لها باراليسيز. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الحيوان مش هيقدر يتنفس فهيموت، وده كان السبب، والكلام ده كله عرفناه في جزء الاوتونوميك نيرفس سيستم. ده كانت الفكرة وأول حاجة كانت بتستخدم علشان تعمل ريلاكسيشن للماسلز أو تعمل كباسط للعضلات، وهم دول الناس اللي اكتشفوا الموضوع ده أو كانوا بيستخدموا الموضوع ده. الكورير زي ما احنا عارفين من ضمن الاكتيف انجريدينت بتاعته هو التيوبوكيرارين، واتكلمنا عن المادة دي وعرفنا ان هي بتقفل النيكوتينيك ريسبتور اللي بيشتغل عليها الاسيتايل كولين اللي هي في منطقة النيورو ماسكولار جانكشن، منطقة الاتصال العضلي العصبي. بعد كده في سنة 1943 ابتدت الأدوية اللي هي نيورو ماسكولار بلوكرز ابتدت تبقى متاحة عشان تعمل ماسل ريلاكسيشن وتستخدم في الأنستيزيا وتستخدم في السيرجري. طبعا الموضوع ده تحدثنا عنه قبل كده في حلقتنا بتاعة الأنستيكس، اتكلمنا على البري أنستيك ميديكيشنز، اتكلمنا على النيورو ماسكولار بلوكرز بتستخدم، وحاليا احنا بنتكلم اهو بنقول ان دي أدوية تعتبر سكيليتال ماسل ريلاكسنت. فالناس لو عايزة تكتمل فهم الموضوع ترجع ضروري للحلقة السابقة. طيب قبل ما نبدأ حلقتنا
دي بالنسبه لي اهم سلايد، يعني السلايد اللي قصادي دي اهم حاجه، ويعني اتمنى ان انت تفهم السلايد البسيطه دي. الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول مهمين جدا، يعني يمكن كتير قوي كتير قوي ما يعرفوش الفرق بين حاجتين انا هقولهم دلوقتي كتير يعني بصراحه. ودي نقطتين مهمين جدا قبل ما نتكلم عن اي دواء. موضوع الادويه ده سهل ما تقلقش، يعني الموضوع ما هوش اي حد ممكن يقرا الدواء ويبحث عنه ويتكلم عنه، ما فيش اي مشكله. ولكن انا عايز اوضح لك نقطتين مهمين جدا هيجي معاهم دلوقتي، ولكن ركز معايا قوي. اول حاجه ان الادويه اللي هي المصل ريلاكسنت مجموعتين اتكلمنا عن كده، نيورو ماسكولار بلوكرز ودي اتكلمنا عليها قبل كده، وحاجه بنسميها سبازموليتكس. سبازموليتكس يعني بتقلل او بتعمل بتزيل السبازم اللي هو التشنج او حاجه دي، يبقى بنقول عليها سبازموليتكس. طيب هنمسك حاجه يبقى عندي دلوقتي حاجتين، نيورو ماسكولار بلوكرز وسبازموليتكس. نيورو ماسكولار بلوكرز بتعمل ايه؟ بتعمل بلوك للنيكوتينيك ريسبتور اللي هو بيشتغل عليه الاسيتايلكولين في النيورو ماسكولار جانكشن، ملهاش سي ان اس اكتيفيتي، ما بتشتغلش على السي ان اس، وبتستخدم فين؟ في السيرجيكال انستيزيا او في العمليات الجراحيه او في العنايه المركزه والكلام ده كله. ده طبعا انتهينا منه في الحلقات السابقه. نيجي بقى نتكلم على الايه؟ على السبازموليتكس. السبازموليتكس دي ادويه بتشتغل سنترالي، بتشتغل كسنترالي اكتنج ماسل ريلاكسنت، بتعمل ريليف لحاجتين. بتعمل ريليف، يبقى الادويه السبازموليتكس اللي بتشتغل سنترالي بتعمل ريليف لحاجتين، حاجه اسمها سبازم وحاجه اسمها سباستيسيتي. سبازم وسباستيسيتي. سبازم يعني ايه؟ يعني نوع من انواع الالم او شد العضلي بتاع العضلات الهيكليه. سباستيسيتي نوع من انواع الخلل العصبي. هنعرف الفرق بين الاثنين، ولكن انا عايز اوضح لك مصطلحين. ان السبازموليتكس الادويه اللي شغاله سنترال اللي هنشرحها النهارده بتعمل ريليف لحاجتين، لا اما تعمل ريليف للسبازم، يبقى في فرق بين السبازم وفي فرق بين سباستيسيتي. تعالوا نعرف الفرق، وده اللي انا عايزك تعرفه في حلقتنا النهارده. ايه الفرق بين سباستيسيتي وايه الفرق بين السبازم؟ يمكن كتير قوي ما يعرفش الفرق ده، وفرق مهم جدا. طيب اول حاجه هنمسك السباستيسيتي، ماسل سباستيسيتي. ماسل سباستيسيتي هو معناها تشنج عضلي او ماسل تون بيبقى سببه خلل في البرين او السباينال كورد. يبقى في مشكله في البرين او مشكله في السباينال كورد، مشكله عصبيه هي اللي عملت التشنج العضلي ده. زي ايه؟ اديني مثال سهل جدا، زي المالتيبل سكليروزس اللي احنا شرحناه قبل كده. قلنا ان المالتيبل سكليروزس من ضمن اعراضه بيعمل سباستيسيتي، ولما لو رجعت للحلقه هتلاقيني بقول تعالوا بينا نعالج الاعراض، وكتبنا سباستيسيتي، كتبنا المصطلح ده. ما ينفعش اقول عليه سبازم، ما ينفعش اقول عليه ماسل سبازم، لا، لازم اقول عليه مصطلح بتاعه ان هو ماسل سباستيسيتي، ناتج عن لان التنشن او السبازم ده ناتج عن مشكله في البرين. تمام؟ يبقى هو ده المصطلح، يبقى معناه، يبقى ده اول نقطه عرفناها المعنى. طب تتعالج ازاي بقى؟ هتتعالج بادويه بنقول عليها انتي سباستيك دراج، انتي سباستيك دراجز. تمام؟ يبقى الماسل سباستيسيتي هتتعالج بالانتي سباستيك دراجز. المصطلحات دي تمسك ورقه كده وتحفظها عشان محتاجين ان احنا نحفظ. طب ايه هم الادويه الانتي سباستيك دراجز؟ عد معايا. دواء اسمه باكلوفين هنشرحه ونقوله، دواء اسمه تايزانيدين هنشرحه ونقوله، دواء اسمه دانترولين، يبقى الاثنين دول بيستخدموا كفيرست لاين، دانترولين، والدايازيبام بيستخدموا كسكند لاين. بعد كده البوتيولينيوم توكسين اللي هو البوتوكس ده ممكن ان هو بيتم استخدامه. تمام؟ طيب هي دي بقى الادويه الوحيده اللي بتعتبر كانتي سباستيك دراجز. يبقى مره ثانيه، الماسل سباستيسيتي عارف ايه هو وسببه ايه، وعلاجه ادويه اسمها انتي سباستيك دراجز اللي هي ايه؟ اللي هي 1 2 3 4 كده، وعرفتهم خلاص. طب نيجي نتكلم بقى على الماسل سبازم. ماسل سبازم هو الماسل تون اللي سببه مشكله في العضلات، يعني واحد عنده الم في ظهره وشد عضلي، الكلام ده كله، ده بقى اللي انا بقول عليه الماسل سبازم بقى. طيب يبقى في فرق شاسع، واحد عنده مشكله في البرين والسباينال كورد عملت له ماسل سبازم، واحد او ماسل تون او ماسل تنشن، واحد عنده ماسل سبازم ناتج عن مشكله في ظهره وعن مشكله في العمود الفقري، مشكله في شد عضلي، الكلام ده كله خارج البرين والسباينال كورد، لا ده اسمه ماسل سبازم. هيتعالج بايه؟ هيتعالج بالانتي سبازموتيك دراجز. تمام؟ طب الانتي سبازموتيك دي مش ممكن نقول عليها المصطلح بتاع الحاجات بتاعه المغص؟ ممكن، يعني ادويه المغص بيقول عليها انتي سبازموتيك، وهنا برضو بيتقال عليها المصطلح ده.
هنا الادويه اللي بتعالج المصل سبازم بيتقال عليها الانتي سبازموديك دراجز. ادويه كتيره طبعا، امثله كامثله يعني، لسه ما بدأناش حلقتنا. السايكلوبنزابرين والاورفينادرين دول كامثله. طيب ده بالنسبه. طب في مواقع بقى، عشان بقى الناس النقطه اللي انا فهمتها لكم دي، في مواقع بتقسم الادويه اللي هي السكيلتال ماسل ريلاكسنت، بتقسمها لحاجتين: انتي سباستيك دراجز وانتي سبازموديك دراجز. بتقسمها كده، تيجي تفتح الويب سايت او موقع يقول لك الانتي سباستيك دراجز كذا كذا ويشرحها، والانتي سبازموديك دراجز كذا كذا ويشرحها. طبعا انت لو مش فاهم يعني ايه اصلا ماسل سباستيسيتي او ماسل سباز، مش هتبقى فاهم الفرق بين المصطلحين. طيب احنا بقى مش هنقسمها التقسيمه دي، لا احنا هنقسمها التقسيمه الكبيره اللي هي ادويه شغاله سنترالي اللي هي السبازموليتكس، اللي هي بقى بتضم الحاجتين: الانتي سباستيك دراجز والانتي سبازموديك دراجز. دي الادويه اللي بنقول عليها سنترالي اكتنج، دي اللي هنشرحها بالتفصيل. ادويه بريفرالي اكتنج ودي نيورو ماسكولار بلوكرز انا مش هشرحها، صدقني انا مش هشرحها تاني، كفايه اللي تعبنا فيه في جزء الاوتونوميك وشرحناها بالتفصيل. حضرتك ممكن ترجع ليها وتسمع الموضوع ده. تمام. طب في حاجات رقم 3 دايركت اكتنج. يبقى انا عندي 3 حاجات، ده بقى الكلاسيفيكيشن العام بتاع مجموعه الادويه السكيلتال ماسل ريلاكسنت. الادويه كلها عندي لا اما ادويه شغاله سنترال، لا اما بريفرال، لا اما دايركت اكتنج. تمام. تعالوا بينا نبدا بايه؟ نبدا بالسنترالي اكتنج سكيليتال ماسل ريلاكسنت. اتمنى ان انتوا تكونوا، يعني انا شرحت ببطء شديد جدا الموضوع اللي فات، يمكن عشان حلقتنا صغيره وما فيهاش داتا كتيره، فحاولت ان انا بقدر الامكان ابطأ في الريتم واعيد وازيد، عشان انا يهمني تفهم اللي قبل السلايد دي، او تهمني اللي احنا قلناه قبل كده ده تكون فهمت كويس قبل ما نتكلم على الادويه هيكون حديثنا عليها بسيط. تمام كده. تمام كده. نخش مع بعض بقى في الادويه بكل هدوء كده. طيب سنترال اكتنج سكيلتال ماسل ريلاكسنت دي ادويه شغاله سنترال. تعالوا بقى نقسمها حاجتين: انتي سباستيسيتي او الانتي سباستيك ايجنت، اللي هي الادويه بقى اللي شغاله هتشتغل على الماسل سباستيسيتي. تمام. دي اللي بنتكلم عليها. اول واحد فيهم هو هنا هو الدايزيبام. طيب ليه الدايزيبام؟ معلش يعني ليه الدايزيبام؟ ليه ما قلتش كلونازيبام؟ ليه اشمعنى ده من البنزودايزيبين اللي انت كاتب لي اسمه وكاتب لي البراند بتاعه الاساسي؟ ليه حطه كده؟ ليه ما كتبتش لما كتبتش هنا بنزودايزيبينز وجيت شرحت؟ هنقول الكلام ده دلوقتي. يبقى انا قلت ايه؟ قلت دايزيبام. قلت دايزيبام في العنوان هنا، قلت دايزيبام، ما قلتش بنزودايزيبين وهنقعد بقى نشرح مع بعض. لا انا ابتديت معاك كده من الاول كده، قلت لك دايزيبام. تمام. الدايزيبام عارفين الميكانيزم بتاعه، شغال على الجبهه والكلام ده كله في البرين والسباينال كورد. يمكن الافكت بتاعه هنا في السباينال كورد، الافكت بتاعه كسكيلتال ماسل ريلاكسنت هنا شغله في السباينال كورد، ولكن خلينا نتكلم ان هو بيشتغل على الاثنين يعني. الدايزيبام ده بيتم استخدامه كشورت تيرم يعني، وبيعمل تولرنس، الكلام ده كله عارفينه كله. طيب البنزودازيبينز عامة بتستخدم انتي انكزايتي او الانكزيوليتكس او سيداتيف هيبنوتكس وانتي كونفالسنت وسكيلتال ماسل ريلاكسنت. ده عامة البنزودازيبين يعني لو جبت دواء غير الدايزيبام كسكيلتال ماسل ريلاكسنت هيشتغل. طيب الدوز بتاع لسه لغايه دلوقتي ما قلناش ليه الدايزيبام، خلينا بس ما نتكلم كده مع بعض. الدوز بتاعت الدايزيبام الدايزيبام بيستخدم في حاجتين: ماسل سباستيسيتي والماسل سبازم. هنا في ستار. يبقى انا ينفع استخدم الدايزيبام في الماسل سبازم؟ ينفع. يبقى انا دلوقتي عندي الماسل سباستيسيتي والماسل سبازم الاثنين بيستخدموا في الدايزيبام، ولكن الكتير قوي المشهور استخدام الدايزيبام في الماسل سباستيسيتي. يبقى الدايزيبام هنا عندي بيستخدم كانتي سباستيسيتي ايجنت وكانتي سبازموديك ايجنت. خلاص مهم جدا. يبقى الدواء ده شغال على ايه؟ على الحاجتين اللي انا اتكلمت عليهم، ودي الدوز بتاعته في الاستخدامين دول. دي الدوز بتاعته في الاستخدامين دول. طيب ليه بقى انا قلت الدايزيبام؟ لو انا كتبت اي حاجه من البنزودازيبين عادي الناس بتستخدمها عادي، ولكن الدايزيبام اكتر حاجه اتعمل عليها ابحاث واضحه شويه، واضحه الافكت بتاعها واضح وفعاليتها واضح في الاستخدامات دي. يبقى دي اكتر حاجه اتعملت عليها. طيب الباقي اتعمل عليه ولكن محدود، يعني بشكل محدود. الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت عليه بشكل محدود، ولكن الدايزيبام اتعمل عليه الايفيدنس اللي بتتكلم عن الدايزيبام في استخدامه كسكيلتال ماسل ريلاكسنت هي ايفيدنس قويه شويه عن المسائل بتاعته اللي هي اخواته في العيله. يبقى الايفيدنس بتاعته هي اللي خلته هو اللي يتم استخدامه. فهمت انا ليه قلت كده؟ قلت كده مش عشان ميكانيزم ولا عشان اي حاجه، لا عشان التجارب الكتيره اللي اتعملت على مجموعه كبيره من البيشنتس في النهايه اكتشفوا ان الدايزيبام
هو اللي بيتم استخدامه كأفضلية في الريزلتس اللي نتجت، هو كأفضل واحد فيهم. ده بالنسبة للدايزيبام كأول واحد بنتكلم عليه كأنتي سباستيسيتي ايجنت، وهو بالفعل بيستخدم كأنتي سباستيسيتي، وممكن أيضا يستخدم في الماسل سبازم. طيب تعالوا بينا ننتقل إلى دواء آخر. تاني حاجة معانا من الأدوية اللي بتشتغل سنترالي كأنتي سباستيسيتي ايجنت، عندنا دواء بيسمى باكلوفين. الباكلوفين ده هو ديريفيتيف من الجابا، الكيميكال ستراكشر بتاعه كلوروفينايل جابا، بيستخدم كأنتي سباستيسيتي ايجنت. هو ده أنتي سباستيسيتي ايجنت فقط، غير الدايزيبام. الدايزيبام كنا بنقول ان هو ممكن يستخدم كأنتي سباستيسيتي ايجنت وممكن يستخدم كأنتي سبازموديك ايجنت، تمام، ولكن هنا بنتكلم عن دواء فقط بيستخدم كأنتي سباستيسيتي ايجنت. الدواء ده عملوا له تطوير ان هو يبقى اورالي اكتيف جابا بوتنشيتنج ايجنت، يعني جابوا كده شكل الجابا الكيميائي وعملوا تطوير من الشكل ودخلوا عليه مجموعات عشان يطلعوا لي الماده دي اللي هي الباكلوفين عشان تبقى شبيهه بالجابا. الميكانيزم بقى ايه؟ الدواء ده بيشتغل اجونست على الجابا ريسبتور. انه نوع بقى؟ جابا بي ريسبتورز. هنا بقى بي ولونها اهي عشان تركز، جابا بي ريسبتورز، غير الادويه البنزودازيبينز اللي كانت بتشتغل على الجابا اي ريسبتورز. فهيزود حاجه بتعمل هايبر بولاريزيشن لنيورونز. هيزود ايه؟ هيزود البوتاسيوم. الجابا ايه كانت بتزود الكلورايد، نركز مع بعض ونفتكر، كانت بتزود الكلورايد ايون. هنا هنتكلم على نوع اخر من انواع الايونز اللي بتزيد هنا بقى في الجابا بي ريسبتورز، هو البوتاسيوم. لما البوتاسيوم يزيد في النهايه هيطلع لي ان ينتج عندي ان في البري سايناب الكالسيوم انفلكس هيقل لان حصل هايبر بولاريزيشن في النيرف سيل، فهيقلل ايضا الريليز بتاع الاكزايتاتوري نيورو ترانسميتر او ترانسميتر في السي ان اس اللي انا قصدي فيها البرين والسباينال كورد. وفي الغالب الشغل اكتر او الايفكت في النهايه الكانتي سباستيسيتي ايجنت بيشتغل على منطقه السباينال كورد، سواء كان الدايزبام اللي كنا بنتكلم فيه او على الباكلوفين. في النهايه هيقل المسل تون وهيقل البين اللي ليه علاقه بالسباستيسيتي. طيب ده كده الميكانيزم. طيب الفارماكوكاينيتكس، الدواء ده بيمتص بشكل سريع بعد ما يحصل له اورال ادمنستريشن، والهاف لايف بتاعته من 3 ل 4 ساعات. الباكلوفين ممكن يستخدم كحقن ممكن، ولكن هيتحقن انتراسيكالي، وده يعتبر الفيرست لاين ثيرابي في السباستيسيتي الناتجه عن المالتيبل سكليروزس. الناس اللي عندهم مالتيبل سكليروزس اللي عندهم سباستيسيتي، عندي كده علاجات للسباستيسيتي، عندي الفيرست لاين، عندي السكند لاين، الثيرد لاين بقى ان انا استخدم الباكلوفين اللي كان بيستخدم اورالي كفيرست لاين، ممكن استخدمه انتراسيكالي كثيرد لاين مانجمنت للسباستيسيتي في المالتيبل سكليروزس. الدواء ده بيخرج عن طريق الرينال او عن طريق اليورين، واي حد عنده مشاكل في الرينال فانكشن محتاجين ان احنا نظبط الجرعه ونستخدمه بحذر. استخدام الدواء ده برايمري كده يستخدم في الماسل سباستيسيتي، وحاطين ستار وملونين، نركز يا جماعه. طيب خاصة الناس اللي عندهم مشكلة سباينال كورد انجري، او الناس اللي عندهم سيريبرال بولزي اللي هو الشلل الدماغي، والناس اللي عندهم مالتيبل سكليروزس. الناس دول كلهم كده عندهم مشكلة في البرين والسباينال كورد كمشكلة في النيورونز، فانتجت عندهم عرض يسمى ماسل سباستيس. لذلك انا استخدمت دواء بيشتغل في البرين عامه وواضح اللي هو الدايزبام، وانا بتكلم عن دواء اخر بيشتغل على الجابا بي ريسبتور هو الباكلوفين، والانديكيشن بتاعه اللي هي الماسل سباستيس. الدوز بتاعه الباكلوفين في حاله الاكيوت، هنا في حاله الاكيوت ماسل سباستيستي 5 مللي جرام 3 مرات في اليوم لمده 3 ايام، وبعدين 10 مللي جرام 3 مرات في اليوم لمده 3 ايام، وبعدين 15 مللي جرام 3 مرات في اليوم لمده 3 ايام، و20 مللي جرام 3 مرات في اليوم لمده 3 ايام. ده بالنسبه للدوز بتاعه. طيب بالنسبه للسايد افكتس بتاع الدواء ده كونفيوجن، هيديك، انسومنيا، نوزيا، كونستيبيشن، وبيزود اليورينال فريكونسي. بالنسبة لتحذير كده، الاستخدام الكرونيك للدواء، استخدام بشكل كبير للدواء ده وفجأة الشخص هيتوقف عن استخدام الدواء ده، ممكن يعمل withdrawal symptoms او withdrawal syndrome، ممكن يعمل شوية hallucination وشوية seizures بعد التوقف المفاجئ لاستخدام الدواء ده لشخص بيستخدمه فترة كبيرة. ده بالنسبة للباكلوفين. تعالوا بنتكلم عن دواء اخر وهو التايزانيدين. التايزانيدين ده centrally acting alpha 2 adrenergic agonist، زي عيلة الكلونيدين، ولكن الدواء ده ليه افكتيف ان هو كانتي سباستيستي ايجنت. طيب تايزانيدين ده بيقلل السباستيستي في دوز
اقل من الدوز اللي بتستخدم بالكلونيدين عشان تعمل كارديو فاسكولار افكت. يعني انا دلوقتي لو جيت استخدمت الكلونيدين هيعمل لي مشكله في الكارديو فاسكولار. هيعمل ايه؟ هيعمل هايبوتنشن. الكلونيدين ممكن يعمل هايبوتنشن. الدواء ده بقى انا لما اجي استخدمه عشان اعالج الماسل سباستيستي، الجرعه بتاعته اللي بستخدمها عشان يعالج الماسل سباستيستي ما بتعملش هايبوتنشن، وممكن يعني هتعمل حاجه بسيطه غير الكلونيدين. تمام، دي نقطه مهمه. يبقى استخدام الدواء هنا لعلاج الماسل سباستيستي في دوز بيتم استخدامه في دوز ما بتعملش او بتعمل حاجات بسيطه هايبوتنشن. طيب اليوزز بتاعته زي الباكلوفين، برايمري يوز في الماسل سباستيستي. يبقى انا دلوقتي عندي دايزيبام ماسل سباستيستي وماسل سبازم، عندي الباكلوفين ماسل سباستيستي، عندي تايزانيدين ماسل سباستيستي. ولكن ممكن بعض الدكاتره يتم استخدامه في الماسل سبازم، وده مفيش يعني في بعض الدكاتره بيتم استخدام التايزانيدين بالذات في الماسل سبازم. الباكلوفين لا، الباكلوفين كله ماسل سباستيستي، وغير كده يبقى احنا ما بنتكلمش في علم. طيب التايزانيدين بيتم استخدامه كده مع يعني اوفيشيالي بيتم استخدامه كده في الماسل سباستيستي، ولكن بعض الدكاتره ممكن يتم استخدامه في الماسل سبازم. طيب ده بالنسبه للتايزانيدين. طيب دي الدوز بتاعته كانيشال، ودي الدوز بالمينتيننس، ودي الماكسيمم دوز. السايد افكتس بتاعته هايبوتنشن اللي انا قلت لكم عليها، البيور كارديوفاسكولار افكتس، اوكسيديشن ودراي ماوس، ودي ليها علاقه بالدوز. يعني لما ازود الدوز هيزيد السايد افكتس دول. طيب الورنينج هنا، الدواء ده بيعمل هيباتوتوكسيستي، فبالتالي محتاجين نعمل مونيتورنج لو الشخص هيستخدم الدواء ده للليفر فانكشن تيست. الاستخدام المفاجئ للدواء ده ممكن يعمل ريباوند هايبرتنشن. نفس الفكره كنا بنقول الكلونيدين، لو الدواء ده توقف فجاه اللي هو الكلونيدين بيعمل ريباوند هايبرتنشن. هنا برضو الدواء لو الشخص مش عليه فتره كبيره، وخاصه لو بياخد جرعات كبيره منه ووقفه فجاه، ممكن يعمل ريباوند هايبرتنشن. الدواء ده بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي A12، فممكن اي حاجه تعمل انهبيتور للسيتوكروم ده زي السيبروفلوكساسين والفلوفوكسامين هيعملوا دراج انتر اكشن مع التايزانيدين. ده بالنسبه للتايزانيدين. كده يبقى احنا انتهينا من الادويه السنترالي اللي بتشتغل كانتي سباستيستي او بتستخدم في المصل سباستيستي. طيب ننتقل بقى الادويه السنترالي اللي بتشتغل في الماسل سبازم اللي بنقول عليها انتي سبازموديك ايجنتس. يبقى احنا دلوقتي خلصنا الادويه السنترالي اللي بتشتغل كانتي سباستيستي. طيب هنا ادويه سنترالي بتشتغل كانتي سبازموديك ايجنت اللي هي الماسل سبازم بقى، الام العضلات بقى عامه، العضلات الهيكليه، الالام عامه. واحد بقى ما عندوش بقى مشكله في البرين ولا السباينال كورد، لا ده هو عنده الام في العضلات عامه، سواء كان عنده خبطه او عنده شد عضلي او عنده مشكله في ظهره. الكلام ده كله اللي انا اقصد عليه. وهتكلم عن ادويه مشهور جدا استخدامها. هنمسك واحد واحد. تعالوا بينا نتكلم على الاورفينادرين. الاورفينادرين ده انتي كولينيرجيك دراج، ليه علاقه بالاستراكشر بتاعه بالدايفينهيدرامين. الدايفينهيدرامين ده كانتي هيستامين. عايز اقول لك ان الاورفينادرين ده اول ما تم استخدامه عشان يعالج الباركنسون ديزيز. الكلام ده سنه 1000 في الاربعينات، سنه 1940. ده بالنسبه لي اول استخدام للدواء ده خالص، كان اول دواء يتم استخدامه في الباركنسونز ديزيز. تمام. بعد كده عملوا حاجات انتي كولينرجيك، حاجات تانية غيره، وابتدوا يستخدموها غير الدواء ده. طيب الميكانيزم بتاع الاورفينادرين، الاكزاكت ميكانيزم بتاعه غير معروفه، ولكن بيقولوا ان الافكت بتاعه كان هو يعمل ريليف للماسل سباز ناتج عن الانتي كولينرجيك اكتيفيتي اللي بيعملها في منطقه البرين ستيم، فبيعمل ليه انالجيزيك بروبرتيز. ده بالنسبه للاورفينادرين. بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450، وبيتم استخدامه كعلاج مساعد مع الريست. يعني لو واحد عنده مثلا شد عضله والم، يبقى انا علاج مساعد يبقى ايه مع الريست. يبقى الاول هقول له ريست، هقول للشخص ريست، بعدين اديله الدواء ده. او لو الشخص ده محتاج فيزيكال ثيرابي، فبالتالي هقول له اعمل فيزيكال ثيرابي مع الايه الاورفينادرين، او ان هو ممكن مع دواء اخر. يعني ايه دواء اخر؟ يعني مع الادويه اللي هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اوصف مع الادويه دي، اوصف مع الاورفينادرين. خلي بالك انا بقول ايه، اوصف مع النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز الاورفينادرين، ما قلتش العكس. في فرق كبير جدا لما اقول لك اوصف الاورفينادرين مع النون سترويد، اوصف معاه النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يبقى انا دلوقتي مركز ان الاستخدام الاول الفيرست لاين هو الاورفينادرين. لا 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 لا، الفيرست لاين ان انا اعمل ريست، الفيرست لاين ان انا اعمل فيزيكال ثيرابي، الفيرست لاين ان انا ادي المريض نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز واوصف معاه الاورفينادرين. فهمت النقطة؟ يبقى أنا هوصف الأورفينادرين مع أدوية أخرى أو مع الفيزيكال ثيرابي أو مع الريست لعلاج الإيه؟ الماسل سبازم. وعرفنا يعني إيه ماسل سبازم، خلاص فهمناها. طيب لذلك في شركات منزلة الدواء مع
كومباينيشن مع نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. هنلاقي ان الاورفنادرين دي موجود في براند اسمه نورفليكس لوحده كده، اسمه اورفنادرين، وموجود في مصر شركه بتنزله بتصريح من البراند الخارجي او البراند العالمي، ومشهور جدا هو النورفليكس ده اورفنادرين فقط. وفي نور جيسك ده اورفنادرين مع باراستامول، تمام. وفي نور جيسك فورد ده مش موجود في مصر، ده موجود بره مصر. الكلام ده كله فقره الصيدليه طبعا، هنشوف الكلام ده كله. طيب نور جيسك لوحده كده، باراستامول مع الاورفنادرين ده بيتم استخدامه خلاص. يبقى انا دلوقتي عملت الكومباينيشن، يبقى خلاص هاخد الدواء ده. يبقى انا دلوقتي ايه استخدمت الاساسي هنا ان انا اعمل انالجيزيا للموضوع الباراستامول، واعمل ايه مصر ريلاكسيشن مع الاورفنادرين. يبقى انا كده استخدمت احد الحاجات المسكنه مع الدواء البسط العضلات. طيب في دواء تاني مش موجود في مصر هو النورجيسيك فورد، ده بقى فيه كافيين واسبرين مع الاورفنادرين. طيب الموست كومن سايد افكتس، احنا قلنا الدواء ده ايه؟ ليه انتي كولينرجيك اكتيفيتي، فهيعمل كونفيوجن عشان حته ان هو شغله كانتي كولينرجيك في البرين، وهيعمل كونستيبيشن ويورين ريتنشن، ده كشغله انتي كولينرجيك في البريفرال. ده بالنسبه للاورفنادرين. الادويه سهله جدا وبسيطه جدا، واحنا بنتكلم بكل بساطه يا جماعه. طيب هننتقل الى دواء اخر وهو السايكلوبنزابرين. السايكلوبنزابرين ده دواء الاستراكشر بتاعه ريليتد للتراي سايكليك انتي ديبريسنت، والميكانيزم بتاعه كمصر ريلاكسات مش واضح حتى الان، ولكن بيقولوا ان هو ممكن عشان بيشتغل كانتاجونست على الريسبتور ده اللي هو 5-HT2 ريسبتور، فبالتالي ممكن يبقى شغال على الحته دي ان هو بيعمل ريليف للمصل سبازم. كمان هو بيدي افكت كانتي كولينرجيك اكتيفيتي. يعني هو ليه انتي كولينرجيك اكتيفيتي؟ ده اللي ممكن ان احنا نلاقي السايد افكتس بتاعته ليها علاقه ليه انتي كولينرجيك اكتيفيتي. الميتابوليزم بتاعه بالسيتوكروم بي سي اي 4 1A2، واليوزز بتاعته هو متوافق عليه عشان يعالج المصل سبازم اللي لها علاقه بالاكيوت ماسكولوسكيليتال كونديشنز، اللي لها علاقه بقى بالعضلات الهيكليه يعني الام العضلات الهيكليه وتشنجات العضلات الهيكليه. وبيستخدم اوف ليبل في الفايبروميالجيا. الفايبروميالجيا دي الام في العضلات عامه كده، شخص عنده الام مزمنه في العضلات عامه، دي اللي هي الفايبروميالجيا، ده بيستخدم كاوف ليبل فيه. طيب على فكره الدواء ده السايكلوبنزابرين ده مشهور قوي بين الاطباء بيوصفوه. يعني الماده دي وجدوا فعاليتها، وفي ايفيدنس يعني مش قويه، ولكن في ايفيدنس بتشير انها الافضليه بتيجي ليها. ولكن عامه ما نقدرش نفضل دواء عن الاخر، يعني ما فيش ايفيدنس قويه تقدر تخليني افضل الاورفنادرين على السايكلوبنزابرين او افضل العكس. يبقى الادويه العامه الانتي سبازموديك ايجنتس عامه قاعده كده لسه هنقولها في اخر الحلقه، قاعده كده ما عنديش الايفيدنس القويه اللي تقدر تخليني افضل دي عن دي. ولكن في ايفيدنس ضعيفه قوي بتفضل السايكلوبنزابرين دي في حالات الام الظهر والحاجات دي، بيفضلوا الماده دي حته كده معلومه قريتها. طيب الدوز بتاعت الدواء ده الانيشال دوز بتاعته، وده الماكسيموم دوز. السايد افكتس بتاعته دراوزنس، دراي ماوس، ممكن يعمل فاتيج وهيدك. البريكوشنز بتاعته ما ينفعش ان احنا نستخدمه، لو هنستخدمه مع الناس الكبار في السن والناس عندهم مشاكل في الليفر نستخدمه بحذر شويه. الدراج انتر اكشن بتاع الدواء ده عشان شغله على السيروتونين، فبالتالي هو ريسك ان هو يعمل سيروتونين سيندروم، فبالتالي الناس اللي بيستخدموا الماو انهبيتورز او اللي موقفين الماو لمده اقل من 14 يوم لا ما ينفعش، يبقى هنا في دراج انتر اكشن. ده بالنسبه للسايكلوبنزابرين. بعد كده هننتقل الى دواء اخر، هنتكلم بعد كده على دواء اللي هو كرايزوبرادول ده يعتبر كارباميد ديريفيتيف كاحد من مجموعات الادويه بتاعت اللي هي الكارباميد، او الاستراكشر بتاعها ليه علاقه بالكارباميد. الميكانيزم بتاعه الاكزاكت ميكانيزم انون، ولكن بيقولوا انه الفعاليه بتاعته ناتجه عن شغله ان هو بيعمل سيمليس ديبريشن. فلما يعمل سيمليس ديبريشن بيعمل سيديشن وبيعمل التريشن في البين بريسبشن بتاعت البرين كده ليه درجه احساس بالبين، فهو بيتدخل في عمليه البين برسبشن اللي المسؤول عنها البرين. ده بالنسبه للميكانيزم بتاعه، ولكن في الحقيقه ايه اللي بيحصل بالظبط ده شيء غير معلوم، وبيكتفوا ان هم بيقولوا ان هو بيعمل سينس ديبريشن. طيب اليوزز بتاعته بيستخدم في الماسل سبازم، كل حاجه عاملين عليها ستاره اهي عشان نبقى واضحه ومفهومه. بيستخدم في الماسل سبازم اللي لها علاقه بالاكيوت بينفول ماسكولوسكيليتال كونديشنز. الميتابوليزم بتاعه بيحصل له ميتابوليزم بشكل كبير بواسطه السيتوكروم B2C19، وبيطلع لي مجموعه من الاكتيف ميتابولايتس. من ضمن الاكتيف ميتابولايتس دي مركب بيسمى ميبروباميد. الميبروباميد ده بيستخدم كانكزيوليتيك ايجنت، يعني زمان قوي كان بيستخدموه كانكزيوليتيك ايجنت
قبل ما يتم استخدام البنزودازبين وكده، ولكن الدواء ده اللي هو الميبروباميد ده بيعمل ابيوز، بيعمل ديبندنس، يعني بيساء استخدامه وبيعمل ديبندنس. فدي مشكله الدواء، ان الدواء بيحصل له ميتابوليزم الى ماده، الماده دي بيساء استخدامها والماده دي بتعمل ديبندنس، تمام. فبالتالي هتعمل ايضا حاجات ثانيه، يعني اثناء ان هي بتعمل ماسل ريلاكسيشن، فطبعا الميتابولايت اللي بتخرج دي اللي هو الميبروباميد ده هيعمل حاجات ثانيه، هيعمل انالجيزي ايضا، وهنعمل هيستخدم ليه انكزوليتيك افكت، وبيعمل سيديشن، وكمان بيسبب النعاس، اللي هو بيعمل سومنولانس اللي هي بيسبب النعاس او بينيم. يعني ده بالنسبه للافكت بتاع الدواء ده، يبقى هنعمل كذا حاجه، مش فقط ان هو هيعمل ماسل ريلاكسيشن. والحاجه دي ناتجه عن الميتابولايت اللي بيخرجها الدواء ده اللي هو ميبروباميد. طيب الدوز بتاعته، السايد افكتس بتاعته طبعا هيعمل سينس ديبريشن، فهيعمل دراوزنس، هيعمل ديزنس. البريكوشنز بقى، الناس اللي عندهم مشاكل في الرينال او مشاكل في الليفر، فهيحصل لهم مشاكل طبعا اثناء عمليه الميتابوليزم، الناس اثناء عمليه خروج الاكتيف ميتابولايت دي. طيب الورنينج، التحذير ان الدواء ده ممكن يساء استخدامه ويحصل يعمل ديبندنس وبيعمل ويزدرول سيمبتومز طبعا. لذلك ليه؟ عشان الاكتيف ميتابولايت اللي بتخرج دي اللي هي الميبروباميد، يبقى الموضوع ملوش علاقه بالدواء نفسه، ليه علاقه بالميبروباميد. بعد كده الميسوكاربامول. الميسوكاربامول ده هو كارباميد ديريفاتيف زيه زي الدواء اللي فات، ولكن الاستراكشر بتاعه ليه علاقه بالجوايافينيزين. الجوايافينيزين ده دواء اكسبكترانت، هنبدا نتكلم عليه بعد كده، يعني طارد للبلغم. الميكانيزم اوف اكشن زيه زي الكرايزوبرودول، بيستخدم الميكانيزم انون، ولكن هو بيعمل سينس ديبريشن. هنا بقى استخدامه علاج كمساعد للريست والفيزيكال ثيرابي وادويه اخرى عشان يعمل ريليف للماسل سبازم. خلي بالكم من كلمه كمساعد للريست والفيزيكال ثيرابي وادويه اخرى عشان يعمل ريليف للماسل سبازم اللي ليها علاقه بالاكيوت بين في الماسكولوسكيلتال كونديشنز. وكمان بيستخدم ان هو بيتحكم في المشاكل العصبيه العضليه اللي الناتجه عن التسمم بالتيتانوس. الناس اللي بيحصل لهم تسمم بالتيتانوس توكسين بيحصل لهم مشاكل عضليه عصبيه، هنا بيتم استخدام الدواء ده مع بيستخدم اي في عشان يتم استخدامه في حالات التيتانوس اللي هي ليها الاعراض بتاعه التيتانوس، اللي بتعمل الاعراض اللي ليها علاقه اعراض عصبيه عضليه، عشان يعمل ارتخاء للعضلات الهيكليه. ده استخدام اخر، يبقى احنا عندنا هنا استخدامين، ولكن الاستخدام بتاع حلقتنا اللي هو بيعمل ريليف للماسل سبازم هيستخدم مش لوحده، هيستخدم مع الريست او الفيزيكال ثيرابي وادويه اخرى. لذلك هنلاقي الدواء ده عشان هو بيستخدم بقى مع ادويه اخرى، هنلاقي ان هم بيعملوا له كومباينيشن كده مع ادويه نون سترويدال، زي الدواء ده الميسوكاربامول مع الايبوبروفين، عندنا براند مشهور قوي اللي هو الايبوفليكس، او مع الباراستامول اللي هو باراستامول مع الميسوكاربامول عندنا دواء اللي هو ميسوريلاكس. يبقى عندنا هنا الدواء ده هيستخدم مع ادويه اخرى اللي هي ايه؟ ادويه انالجيسيك زي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز او الباراستامول. الميتابوليزم بتاع الدواء ده بالدي الكايليشن او الهيدروكسيليشن او بعد كده بيحصل له كونجيجيشن. ولكن الدواء ده غير الكرايزوبرودول. الكرايزوبرودول كان بيتحول الى ماده ميتابولايت اللي هي ماده ميتابولايت بتعمل ابيوز، بتعمل ديبندنس. لا، هنا ما بيتحولش الى الماده الميتابولايت ده. طيب الموجود في صورة حقن عشان تستخدم في التيتانوس، وموجود في صورة اورال عشان يستخدم في الماسل سبازم. دي الدوز بتاعته. السايد افكتس بتاعته عشان بيعمل سينس ديبريشن، فهيعمل شويه دروخه كده وشويه لايت هيدنس وشويه دروخه. في ملحوظه ان لو واحد خد الدواء ده وجه قال لك في الصيدليه ده يا دكتور الدواء ده بيعمل لي تغير في لون البول، ممكن يحصل تغير في لون البول الى اللون الاسود او اللون البراون او اللون الجرين، ممكن يحصل اي لون من الالوان دي، فدي حاجه محتمله حدوثها مع استخدام هذا الدواء. هننتقل الى دواء اخر وهو الميتاكزولون. ميتاكزولون ده ماسل ريلاكسنت ايضا، والميكانيزم بتاعه غير معروف، ولكن بيشار ان هو بيعمل جنرال سينس ديبريشن. بيستخدم ايضا كعلاج مساعد مع ان هو يعمل ريليف لسبازم، يعني بيستخدم مش لوحده كده، مع الريست او الفيزيكال ثيرابي او ادويه اخرى. وبيستخدم طبعا في الماسل سبازم ده الميتابوليزم بتاعه والدوز، وعشان هو بيعمل سينس ديبريشن فهيعمل المشاكل بتاعت دراوزنس ديزنس، وممكن يعمل نوزيا وفوميتنج. الكونترا انديكيشن الناس اللي عندهم سيفير، خلي بالك سيفير، مش فقط عندهم مشاكل في الليفر، لا عندهم سيفير هيباتيك او رينال ديسفانكشن. طيب هننتقل الى دواء اخر وهو الكلوروزوكسازون. الكلوروزوكسازون ده بيتصنف كده كماسل ريلاكسنت ايجنت زي تصنيف الدواء اللي هو الميتاكسولون كماسل ريلاكسنت ايجنت. كلهم ايضا ماسل ريلاكسنت ايجنت، ولكن ده معروف لما بيجي يتكتب في الكتب كده ده تصنيفه المعروف بيه. يعني غير في دواء تاني كنا بنقول ده كارباميد ديريفاتيف، ده مشتق من كذا، لا ده تصنيفه كده معروف ان هو
الميكانيزم اوف اكشن بتاع الكلوروزوكسازون لسه مش واضح حتى الان، ولكن هو بيقول ان هو برايمري بيشتغل في منطقه السباينال كورد ومنطقه السب كورتيكال اريا في البرين، فبيعمل انهبت للمالتي ساينابتيك ريفلكس اركس. عندنا يا جماعه السباينال كورد بيطلع نوعين من الريفلكس، نوع اسمه مونوسايناب ونوع اسمه بولي سايناب او المالتي سايناب. يبقى انا عندي مونو سايناب او المالتي سايناب. هو بيعمل انهبت للمالتي سايناب ده. المالتي سايناب ده بيعمل مينتيننج ماسل سبازم، فهو هيقفل كده فهيقلل الماسل سبازم. طب هيستخدم في ايه؟ هيستخدم عشان يعالج الماسل سبازم اللي ليها علاقه بالاكيوت بينفول ماسكل سكيليتال كونديشنز. الدواء ده ايضا متاح في صوره كومباينيشن، يعني موجود في صوره كومباينيشن مع ادويه انالجيسكس، مع ادويه زي الايبوبروفين. في دواء مشهور عندنا اسمه مايوفين بيحتوي على الايبوبروفين مع الكلوروزوكسازون، وايضا دواء يسمى بارافون بيحتوي على الباراستامول مع الكلوروزوكسازون. وخلي بالك من البارافون ده عشان هقول لك ليه المايوفين احسن من البارافون، او ليه الكومباينيشن ما بين الكلوروزوكسازون مع الايبوبروفين احسن من الكومباينيشن ما بين الكلوروزوكسازون مع الباراستامول. طيب دي الدوز، ده السايد افكتس بتاعته، عشان بيعمل ممكن يعمل سينس ديبريشن، بيعمل شويه دروخه، يعمل لايت هيدنس، بيعمل ماليز ونوزيا وفوميتنج. الورنينج بقى والتحذير ده اللي انا بقول لك ليه ده احسن من ده. الدواء ده يا جماعه الماده دي الكلوروزوكسازون دي بتعمل هيباتوتوكسيستي، بتعمل هيباتوتوكسيستي للخلايا، هيباتوسيلولار توكسيستي، وممكن تبقى مميته وخطيره جدا. تمام. فانا دلوقتي هجيب دواء زي الباراستامول. الباراستامول ده ايضا من ضمن الادويه المعروفه ان هي بتعمل هيباتوتوكسيستي، فانا عندي دواء بيعمل هيباتوتوكسيستي وجبت عملته الكومباينيشن مع دواء زي الباراستامول بيعمل هيباتوتوكسيستي، فانا عندي دوايين بيعملوا هيباتوتوكسيستي، فانا زودت الريسك. لذلك المايوفين احسن بالبارافون. ليه؟ او لذلك الكومباينيشن ما بين الكلوروزوكسازون والباراستامول الاحسن ان انا اعمل كومباينيشن ما بينه وما بين حاجه تانية زي الايبوبروفين او اي دواء تاني ملوش افكت ان هو يعمل على الليفر او يعمل مشاكل على الليفر، لان الماده نفسها بتعمل مشاكل على الليفر. دي كانت الادويه كلها اللي بتشتغل سنترالي. يبقى احنا كده خلصنا الادويه اللي بتشتغل سنترالي، سواء كان ابتدينا بالادويه اللي بتشتغل على المصل سباستيستي، وبعدين اتكلمنا على الادويه اللي بتشتغل في المصل سبازم. لسه بقى هنتكلم على الادويه اللي شغاله بريفرالي، ادويه هتشتغل بريفرالي اكتنج سكيليتال ماسل ريلاكسنت. طيب انا عندي الادويه البريفرالي اكتنج سكيليتال ماسل ريلاكسنت هنقسمهم حاجتين، حاجه اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز، والنبي ما انا شارحها، وحياتي عندكم ما انا شارحها تاني، خلاص اتشرحت وده موضوع وحوار كبير جدا. تمام. وعرفنا بتعمل ايه، وهنتكلم وهنقولنا ان هي الفارماكولوجي جنرال، الفارماكولوجي بتاع نيورو ماسكولار بلوكرز مشروحه بشكل كافي في شابتر الاوتونوميك. خلاص خلصنا منها، ننتقل على اللي بعدها. النوع الثاني او الجزء الثاني في الحاجات البريفرال اكتنج سكيليتال ماسل ريلاكسنت، ويمكن اتكلمنا عليها في كذا حلقه بس ما قلناهاش، هو البوتيولينيوم توكسين. في عندي بكتيريا، نوع من انواع البكتيريا الكوليستريديوم، نوع اسمه كوليستريديوم بوتيولينيوم. تمام. الكوليستريديوم بوتيولينيوم دي بكتيريا عباره عن بكتيريا انيروب بكتيريا، الاكسجين بيبقى توكسيك ليها، جرام بوزيتيف سبور، يعني محوطه نفسها كده بسبور، وفي شكلها شكل رود، شكل عصيان، شكل عصايه كده. ده بالنسبه للشكل بتاعها ده كله كلام مايكرو. طيب اللي هيفيدنا بقى ان احنا نتكلم شويه معلومات كده عن البكتيريا دي الاول قبل ما نتكلم عن استخدامات الماده اللي بتخرج. طيب البكتيريا اسمها كوليستريديوم بوتيولينيوم، بتخرج مركبات سامه للاعصاب اسمها نيوروتوكسيك بروتينات سامه للاعصاب. المركبات دي بيسموها بوتيولينيوم توكسين. يبقى البوتيولينيوم توكسين هي عباره عن بروتينات بيتم استخراجها او موجوده في البكتيريا دي اللي هي الكوليستريديوم بوتيولينيوم. طيب المركبات اللي بتخرج دي اللي هي البوتيولينيوم توكسين دي اقوى مركبات سميه للاعصاب معروفه حتى الان، يعني اكتر حاجه سامه للاعصاب معروفه حتى الان هو المركب ده. المركبات دي اللي هي البوتيولينيوم توكسينز اللي بتخرج من البكتيريا اللي هي الكوليستريديوم بوتيولينيوم. هديك عشان تتخيل الموضوع هقول لك شويه ارقام. طيب فقط مركب واحد من مركبات البوتيولينيوم توكسين قادر ان هو يقفل نيورون، يقفل خليه عصبيه كامله بمركب واحد. طيب 1 جرام من البوتيولينيوم توكسين دي قادره ان هي تقتل او تموت 14,000 واحد لو ابتلعوا الماده، ولو شموها او استنشقوها دخلت عن طريق الانهاليشن
الواحد جرام هيموت 1.25 مليون شخص. ولو اتحقنت اي في، الواحد جرام اتحقن اي في هيموت 8 مليون و8.3 مليون شخص. ده بالنسبة. وفي ناس او مواقع بتقول ان 1 كيلو جرام من المركب او المادة السامة دي قادرة ان هي تقتل البشرية كلها. 1 كيلو جرام قادر ان هو يقتل البشرية كلها. دي اللي هي المركبات اللي هي البوتيولينيوم توكسين اللي بتخرج من البكتيريا اللي اسمها كوليستريديوم بوتيولينيوم. طيب بتموت الشخص ازاي وهي سمية للاعصاب ازاي؟ الميكانيزم بتاعها بيقول ان المركبات دي البوتيولينيوم توكسين دي بتقفل وظيفة النيرف، ان هي بتعمل انهبت للريليز بتاع الاستايلكولين، بتمنع خروج الاستايلكولين. والاستايلكولين ده مهم جدا علشان يشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده في النيورو ماسكولار جانكشن. ما انا لو ما عنديش استايلكولين مش هيحصل لي انقباض العضله اللي انا شغال بها، والعضلات الهيكليه كلها، وعمليه التنفس، عضله الحجاب، الحاجز، ده كله شغال بالاستايلكولين. همنع الريليز بتاع الاستايلكولين بكل بساطه. لو منعت الريليز ده معناها ايه؟ ان انا همنع عمليه الكونتراكشن بتاع السكيلتال ماسل، هعمل باراليسيس للسكيلتال ماسل تدريجيا لغايه لما يوصل لعضله الحجاب الحاجز، فبالتالي هيحصل لها باراليسيس هي كمان، مش ريلاكسيشن، ده باراليسيس. فبالتالي هيحصل ايه؟ فشل في التنفس، فهيموت الشخص. هو ده اللي انا بقصد عليه. ليه هي المركبات دي سامه؟ طيب ابتدوا يطوروا ان هم يستخرجوا نوعين من انواع المركبات السامه دي، نوع اسمه بوتيولينيوم توكسين تايب A وتايب B. قالوا احنا لو استخدمناهم بتركيزات معينه واتحقنوا في اماكن معينه ممكن يتم استخدامهم. فاول ما تم استخدامهم استخدموا المركب اللي هو بوتيولينيوم توكسين تايب A وسوقوه باسم البوتوكس. البوتوكس ده براند مشهور جدا، كله عارف البوتوكس، حتى الغير مختصين بالمجال الطبي اصلا عارفين يعني ايه بوتوكس، عارفين ده حاجه بتتحقن عشان التجاعيد. طيب هم بقى اللي عملوا الكلام ده، بقى الشركه عملت الكلام ده، عملت طلعت المركب ده اللي هو بوتيولينيوم توكسين تايب ايه بتركيز معين وعملته. قالوا عشان لو حقناه في العضلات اللي في الوجه اللي مسؤول عن التجاعيد دي عضلات الوجه، لو عملت لها باراليسيس، عملت لعضلات الوجه دي باراليسيس، فانا التجاعيد دي هتزال، يعني العضله نفسها عضلات الوجه هيحصل لها باراليسيس كده، فبالتالي يبقى مفيش تجاعيد. وبالتالي ويسوقوا الموضوع ان هو يتم استخدامها في الرينكلز، وبيتم عشان تمنع الرينكلز. وفي سيدات كتير كبار في السن بيتم استخدامها على طول لما بيحصل فيه تجيب الحقنه في اماكن معينه بتحقنها ويحصل باراليسيس لفتره زمنيه معينه، ممكن تبقى اسبوع او اسبوعين، وبعدين تبدا تعيد الحقن مره اخرى في اماكن معينه في الوجه عشان تحصل على ان يحصل وجهها ما يبقاش فيه تجاعيد. ده اول استخدام. جم بقى الدكاتره ابتدوا يجربوا الموضوع طبيا، يستخدموه طبيا طالما الحقن موجوده فيها المركب اللي بيعمل لو حقناه في عضله معينه فيحصل لها باراليسيس. قال طب ما ممكن نستخدمه في استخدامات عديده. طيب اشهر الاستخدامات دي هرصدها عليك تدريجيا كده. اشهر الاستخدامات، اول استخدام الماسل سباستيستي، وقلت لك سباستيستي مش سبازم، الماسل سباستيستي. طيب الديستونيا ده ايضا نوع من انواع الانفولانتري كونتراكشن في الماسل. طيب والاوفر اكتيف بلادر، حد عنده الاوفر اكتيف، عنده مرض اسمه اوفر اكتيف بلادر وخد ادويه كتير انتي كولينرجيك ما عملتش اي نتيجه، وبقى عنده النوع ده نوع عصبي ما فيش اي نتيجه، فابتدى يعمل حاجه ان هي تعمل ريلاكس خالص للمصل بتاع البلادر، فبيستخدمه في الاوفر اكتيف بلادر الغير مستجيب للعلاجات الثانيه، لو العلاجات العاديه يعني. الكرونيك مايجرين واتكلمنا عليه في حلقه المايجرين ان احنا بيتم استخدام البوتكس. الاكزيلري هايبر هيدروزيس، الناس اللي عندهم تعرق غزير في منطقة تحت الإبط، بيتم استخدام البوتكس، حقن بتتحقن كده تحت الإبط عشان تمنع عملية التعرق الغزير. في أمراض العيون زي الناس اللي عندهم حاجة اسمها بليفاروسبازم ده الجفن بتاع العين انفولانتري كده قافل، فبيتم حقنه في جفن العين عشان يعمل ريلاكس كده ليه ويفتح تاني. حاجة تانية أيضا وهي الاسترابيزمس ده اللي هو الحول ده طبعا بيبقى فيه عضلة للعين داخلية، عضلة جوه كده العين داخلية هي اللي بتخلي العين تروح يمين وشمال، فممكن يتم استخدامه في علاج الاسترابيزمس ده هنا. والانال فيشر هو الشرخ الشرجي، بيبقى الناس اللي عندهم شرخ شرجي بيبقى عندهم مشكلة عندهم سبازم في عضلة الشرج، عندهم سبازم غير طبيعي في عضلة الشرج، فبالتالي السبازم ده بيبقى غير ما بيديش فرصة ان بيحصل التئام للشرخ،
يعني الاسبازم اللي بيحصل ما بيديش فرصه ان بيحصل التئام للشرخ، فبيستخدموا حاجات زي كالسيوم شانل بلوكرز او بيستخدموا النيتروجليسرين. وهنا استخدام النيتروجليسرين مش عشان يعمل بلاد سبلاي، لا، استخدامه الاساسي عشان يعمل ريلاكس للمصل. حته كده غايبه عن ناس كتير، بيتم استخدامه عشان يعمل ريلاكس للمصل، لان انا قلت لك ان الفشر هنا بيعمل اسبازم غير طبيعي للمصل، فبالتالي الاسبازم ده لا يتيح فرصه لالتئام الجرح. فبيتم بقى ايه، في لو الناس ممكن يحصل لها ريزيستنس من النيتروجليسرين، فممكن يستخدموا حاجات كالسيوم شانل بلوكر، فممكن يحصل ريزيستنس للكالسيوم شانل بلوكر، فبالتالي ممكن يلجا في النهايه قبل ما يتدخل جراح الدكتور ممكن يلجا الى ان هو يحقن بوتوكس في عضله من عضلات الشرج، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ريلاكس، والريلاكس ده لفتره زمنيه اسبوعين على قد الفتره الزمنيه اللي بيقعد فيها الماده، وبالتالي هيحصل ايه بعد كده اثناء عمليه الريلاكسيشن للمصل؟ هيحصل التئام للجرح. ده بالنسبه لاستخدامات المشهوره، في استخدامات ثانيه ولكن دي استخدامات مشهوره. طيب ده بالنسبه للبوتيولينيوم توكسين تايب A. في بوتيولينيوم توكسين تايب B ده لسه اتوافق عليه مؤخرا، ماي بلوك، ده بيتم استخدامه في السيرفيكال ديستونيا. في عندي كده الرقبه فيها عضلتين يمين وشمال كده، في ناس بيبقى عندهم شد جامد قوي ديستونيا في احد العضلات في الرقبه، فبيتم حقن البوتيولينيوم توكسين تايب B. وفي ناس بتحقن البوتوكس اللي هو التايب A، ولكن تايب دي بي ده اتوافق عليه للاستخدام ده اللي انا عايز اوضحه لك. طيب نيجي بقى نتكلم على البكتيريا نفسها. عايز اقول لك ان الكولستريديوم بوتولينيوم دي بكتيريا دي، عارفين الناس اللي بتموت من الفسيخ؟ الناس اللي بتموت، احنا طبعا احنا في شهر 4 اهو وموسم الفسيخ وكده، الناس اللي بتموت من الفسيخ بيبقى السبب الوفاه ان الفسيخ الفاسد بيبقى عليه الماده دي او المركب ده، سوري، بيبقى عليه البكتيريا ومطلعه المركبات السامه دي. فطبعا اتوافق على مركب بيستخدم كانتي توكسين، بيستخدم كانتي توكسين للبوتيوليزم. الناس اللي هم بيخشوا بقى في حاله البوتيوليزم لما بيجي لهم توكسيستي بيبقى بنسمي الحاله دي بوتيوليزم. فتوافق في سنه 2010 على الهيبتا فيلنت بوتيوليزم انتي توكسين. هيبتا فيلنت اللي هو السباعي. ليه سباعي؟ لان انا عندي المركبات المعروفه اللي هي البوتيولينيوم توكسين دي عندي منها انواع تايب A وتايب B، ده اللي بيتم استخدامه في عندي 7 انواع، تايب A وB وC وD وE وF وG، فبذلك سموه السباعي. يعني هو افكتيف للسبع انواع بتاع البوتيولينيوم توكسين. ده موجود ومتاح في مراكز السموم عشان يلحقوا بيه الناس اللي عندهم سميه من البوتيولينيوم توكسين او الكولستريديوم بوتيولينيوم. ده بالنسبه للبكتيريا. دخلنا شويه مايكرو كده وكانت معلومات يعني مش فقط في حلقتنا، قلنا معلومات مجمعه عن البوتوكس. طيب هنتكلم بعد كده عن اخر سلايد معانا في الحلقه قبل فقره الصيدليه. لسه اخر حاجه هي الدايركت اكتنج سكيلتال ماسل ريلاكسنت. يبقى نركز مع بعض. سنترالي وذاكرناها ودرسناها، بريفرالي ودرسناها، دايركت اكتنج سكيلتال ماسل ريلاكسنت. عندنا دواء وحيد كده لوحده كده قاعد متربع على هذه المجموعه لوحده اللي هو الدانترولين. الدانترولين يمكن اتذكر اسمه في كذا حلقه. الدواء ده الاستراكشر بتاعه من عيله الهايدانتوين، ليه علاقه بالفينيتوين. الدواء ده اسمه كده يونيك بريفرال ميكانيزم اوف اكشن، يعني الميكانيزم بتاعه يونيك كده، فريد من نوعه كده. تخيلوا الدواء ده بيمنع الريليز بتاع الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم. الساركوبلازميك ريتيكولم دي المكان اللي بتخزن فيه الكالسيوم في الخليه، بيمنع خروجه من المكان ده، وهو الوحيد اللي بيعمل كده. مفيش دواء تاني حتى الان معروف بالميكانيزم ده غيره، فهو لوحده كده دايركت اكتنج سكيلتال ماسل. ممكن تتسال فيه ايه هو الدايركت اكتنج، ايه هو الدواء اللي ليه يونيك ميكانيزم على البريفرال في يمنع الاسباز؟ هو الدانترولين. استخدامه حاجتين: كرونيك كلمه جديده اهي، كرونيك ماسل سباستيستي، وبيستخدم هنا كسكند تشويس او السكند لاين بعد الباكلوفين او التايزانيدين. بنبدا نلجا بعد كده بيلجأوا ان واحد بقى عنده بقى الماسل سباستيستي قعدت معاه فتره طويله، فاحنا محتاجين بقى ايه؟ الدانترولين. تمام، نركز مع بعض. طيب ودي الدوز بتاعته. طب ايه الاستخدام الثاني اللي اتكلمنا عليه في اكثر من حلقه؟ وهو المالجنانت هايبرثيرميا. بيستخدم هنا في صوره اي في، هنا بيستخدم في صوره اورال. هنا على فكره الدانتريلاكس ده موجود، الدانترولين موجود في صوره دانتريلاكس، ده البراند هنا موجود في مصر على فكره دانتريلاكس. الاي في بقى لو الناس اللي هو المالجنانت هايبرثيرميا بيستخدم اي في بقى. تمام، وعرفنا ايه المالجنانت هايبرثيرميا دي قبل كده. دي الموست كومن سايد افكتس، وهنا البلاك بوكس وورنينج على الدواء ده هيباتوتوكسيستي. كده انتهينا من جميع الادويه. هنقول شويه ريكومنديشنز كده، كلينيكال ريكومنديشنز على الموضوع كله عامه. طيب 4 نقاط. اول نقطه: مفيش ايفيدنس قويه، مفيش دليل قوي كلينيكال ترايل كده قويه بتقدر تقول لي ان انا افضل دواء من ادويه السكيلتال ماسل ريلاكسنت، واللي انا اقصد بيها الدواء اللي بتستخدم في الماسل سبازم.
اللي هي الانتي سبازموديك ايجنت. ده اللي انا اقصده في النقطه دي. مفيش ايفيدنس قويه تقدر تخليني ان انا افضل دواء من الادويه البسيطه للعضلات اللي بيستخدم في المصل سبازم عن الاخر. تمام، هو احنا وضحنا ليه بتستخدم في المصل سبازم اهو. ده ايه اول نقطه. طيب تاني نقطه، ان الادويه السكيلتال ماسل ريلاكسنت، واقصد بيها الادويه الانتي سبازموديك ايجنتس، الادويه اللي بتستخدم في المصل سبازم. ده اللي انا اقصده في النقطه دي. الادويه دي اللي هي البسيطه للعضلات دي ما بتعتبرش فيرست لاين ثيرابي في علاج الماسكل سكيلتال كونديشنز. ايه ده كلام غريب جدا. يعني الباسط العضلات ده اللي بيستخدم في الام الظهر والشد العضل ده اول حاجه كده ما يعتبرش فيرست لاين ثيرابي. الجمعيه الامريكيه للالم، الامريكان بين سوسايتي والامريكان كولج اوف فيزيكالز وكليه الطب بتاعه الاطباء الامريكيه بتنصح باستخدام الادويه اللي هي البارستامول والنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز كفيرست لاين ايجنت في الاكيوت لو باك بين. الناس عندهم لو باك بين يستخدموا الاول نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وبيستخدموا الاول او بارستامول، وبعدين بيتم استخدام معاهم ادويه بواسطه العضلات. لذلك نلاقي معظم الدكاتره هنا بيكتبوا الدوايين مع بعض، مسكن وبسط عضلات. ما ينفعش هنعتمد الاول في الاساس فيرست لاين على بسط العضلات، وممكن البسط العضلات بيستخدم مع الريست، يعني الريست اساسي في العلاج وبعدين بسط عضلات، او مع الفيزيكال ثيرابي، او ان احنا بقى نستخدم ادويه اللي هي ايه الانالجيسك وبعدين نستخدم معاها بسط عضلات. ويمكن في ادويه ما ينفعش تستخدم لوحدها كده، ووضحنا الكلام ده على حسب الاف دي ابروفال للدواء نفسه. الكلام ده وضحنا لما قلت لكم الدواء ده علاج مساعد لكذا وكذا. ده في الادويه دي ما ينفعش خالص ان احنا نستخدمها لوحدها كده. ده بالنسبه لي دي تاني نقطه. طب ثالث نقطه، الانتي سبازموتيك ايجنتس المفروض ان احنا نستخدمها كشورت تيرم لمده اسبوعين فقط، في حالات ايضا الاكيوت لو باك بين اسبوعين فقط. طيب استخدام او الاختيار بتاع الانتي سبازموديك ايجنت او السكيلتال ماسل ريلاكسنت، اللي انا اختار الدواء ده نفسه ليه علاقه بحاجتين. اولا الكاركترز بتاعت الدواء، هل هو بيأثر على كذا بيعمل سيديشن، الكاركترز بتاعت الدواء، وحاله المريض نفسه. المريض عنده مشكله في الليفر، مش مشكله في الكدني. المفروض ان انا عشان اختار الدواء مفيش حاجه تقدر تخليني افضل دواء عن دواء في ايفيدنس، لا يبقى انا اختار الدواء على اساس الحاجتين دول. دول اربع نقاط حبيت ان انا اوضحهم كالناس اللي بيدرسوا كلينيكال، يهمهم قوي يعرفوا النقاط دي عشان نقدر نفرق بين الادويه دي وبعضها. ده يبقى احنا كده ملخص حلقتنا النهارده، حلقه بسيطه جدا. هنروح بقى فقره الصيدليه، هنشوف كم كبير من الادويه. طبعا الادويه دي ليها براندات، كل ماده علميه او مركب علمي ده ليه براندات كتيره. تعالوا بينا ندخل فقره الصيدليه ونختم حلقتنا النهارده بفقره الصيدليه. بعد كده ننتقل لفقرة الصيدلية. وفقرة الصيدلية في حلقتنا النهاردة هي فقرة مهمة جدا، لأننا هنقول شوية معلومات مهمة هتفيدنا في الصيدلية. طب أنا دلوقتي عندي حاجتين، عندي ماسل سباستيستي وعندي ماسل سبازم. الأدوية اللي بتعالج الماسل سباستيستي أنتي سباستيك دراجز، والأدوية اللي بتعالج الماسل سبازم الأنتي سبازموديك دراجز، ودول أهم كلمتين في حلقة النهاردة. طيب أول حاجة خلينا في الأدوية الأنتي سباستيك دراجز. الادويه الانتي سباستيك دراجز عندنا ايه؟ دايازيبام. ليه ما قلتش بنزودازبين؟ لا انا بقول لك دايازيبام. طيب بعد كده باكلوفين، بعد كده التايزانيدين، بعد كده الدانترولين، بعد كده الكوليستريديوم، بوتيلينيوم، توكسين تايب ايه. دول الادويه اللي قصادي، هم دول فقط الانتي سباستيك دراجز. طيب ننتقل كده واحده واحده ونمسك واحد واحد. الدايازيبام براند مشهور جدا، فاليوم اقراص حقن موجود، ده اللي هو الدايزبام اللي هو البراند فاليوم. بعد كده الباكلوفين البراند الاصلي اللي هو بتاع نوفارتس. لايوريزال ده مش موجود، ولكن موجود هو الباكلوفين ده في مصر، ده موجود. وما فيش حد بقى يجي يطلع الباكلوفين في واحد عنده مصل اسباز، لا خالص خالص. ده حاجه ودي حاجه تانية، يعني دي حاجه ودي حاجه تانية. طيب بعد كده التايزانيدين ده سيردالوت، ده براند مشهور جدا، تركيزين اهو 2 و4 تبع نوفارتس. هو معروف كده ان السيردالوت ده بين الناس كده اللي في الصيدليه ان ده مسكن قوي، سوري ده باسط عضلات قوي. يقول لك ده السيردالوت ده باسط عضلات قوي. فيجي واحد يبقى يدخل لك الصيدليه يبقى عنده شد عضله ولا حاجه، خد السيردالوت. لا السيردالوت تايزانيدين ده حاجه بتعمل ريليف للماسل سباستيستي، انتي سباستيك دراجز. طيب انا قلت لك وانا بشرح الدواء ان في بعض الاطباء ممكن يوصفوه في الماسل سبازم، ولكن الدواء ده اصلا معمول عشان يعمل ريليف للماسل سباستيستي. يبقى انت مش بينك وبين نفسك كده ما تطلعوش في حاجه زي كده، عندك الادويه الثانيه كتير. تمام، يبقى مش عشان هو تقول لي ده جات لك معلومه ان هو بسط عضلات قوي فده حاجه بقى هياخد، لا انا عايز الحاجه دي بتستخدم كذا يبقى ده استخدامها، ده الاساس. ده دواء انتي سباستيك دراجز، ده دواء بيعمل ريليف للماسل سباستيستي، خالص مختلف عن ان الدواء يبقى يعمل ريليف للماسل سباستيستي. ده ثالث دواء معانا.
رابع دواء معانا الانتي سباستيك دراجز هو الدانترولين. الدانترولين موجود صورة حقن عشان يستخدم فين؟ في المالجنت هايبرثيرميا اللي هو ايه؟ دانتريوم. ده اللي هو الدانتريوم، ده البراند الاصلي. في عندنا في مصر دانتريلاكس، ودي حاجه كويسه يبقى موجود في مصر دواء بيعمل ريليف للكرونيك ماسل سباستيستي زي الدواء ده اللي هو الدانتريلاكس. يبقى انا عرفت الانديكيشن بتاع الدواء ده. بعد كده ننتقل الى الكوليستريديوم بوتيولينيوم توكسين تايب A وهو البوتوكس. استخدامات عديده جدا 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 بيتم استخدامه بيعمل ريليف للماسل سباستيستي. ده بالنسبه للبوتوكس. ننتقل الى الادويه الاخرى وهي الادويه الانتي سبازموتيك دراجز، خلينا نقول عليها باسط العضلات، دواء باسط عضلات. طب هننتقل الى اول واحد معانا الاورفينادرين. الاورفينادرين النورفليكس لوحده كده ده دواء شركه ايبكو بتصنعه بالموافقه بتاعه الدواء او البراند الاصلي، يتصنع في مصر يعني. ده النورفليكس بيحتوي على الاورفينادرين فقط. النورجيسك من ضمن الحاجات الكويسه، انا بعتبره من ضمن الادويه الباسط العضلات كويسه. بيستخدم النورجيسك معاه حاجتين، بارستامول مع الاورفينادرين، يعني في كومباينيشن مع ما بين الاثنين. في طبعا قلنا النورجيسك فورت ده كان فيه اسبرين وكافيين واورفينادرين، ده بس مش موجود عندنا. ده بالنسبه للاورفينادرين. طيب عندنا السايكلو بنزابرين. السايكلو بنزابرين ده اللي هو المالتي ريلاكس. مالتي ريلاكس ده من ضمن الحاجات ايضا الكويسه. طيب احنا على فكره احنا قلنا مفيش ايفيدنس بتقدر تخلي لي دواء من الادويه دي احسن من التاني، ولكن انا هقول لك دلوقتي على شويه كومباينيشنز حصل فيها لخبطه وممكن تبقى افضل، يعني عشان في دواء كومباينيشن ممكن ده يبقى افضل، وده اللي انا هقوله دلوقتي. ده من ضمن الحاجات الادويه اللي بتحتوي فقط على الماده السايكلو بنزابرين، ده اللي هو المالتي ريلاكس. عندنا الدواء ده اللي هو كرايزوبرودول. الكرايزوبرودول ده اللي هو مايرولكس، نبعد عنه خالص، نبعد عنه خالص، ونبعد عن الميتابولايت بتاعه، الماده الميتابولايت اللي بتعمل لي ابيوز وبتعمل لي ديبندنس. لا المفروض الدواء ده ما فكرش فيه خالص خالص يعني. تمام، دواء خطر وبيطلع لي ماده بتعمل ابيوز، ممكن تعمل ديبندنس كمان. ودي من ضمن المواد اللي كانت بتتضرب في الماده الميتابولايت اللي كانت بتطلع دي، من ضمن المواد اللي اتضربت بشكل كبير في فتره الستينات، كان ناس كتير بتضربها يعني. بعد كده عندنا الميسوكاربامول. روباكسين ده براند بره مشهور قوي وفي منه كذا شكل وكذا فورمولا يعني. ده الشكل هو اسبرين مع الميسوكاربامول، في كذا اشكال كتيره منه يعني، ولكن ده مش موجود عندنا. طيب عندنا ايه؟ الايبوفليكس. تمام، ايبوبروفين مع الميسوكاربامول، دي حاجه كويسه. عندنا الدمرا. الدمرا على فكره انا يعني بعتبره من الحاجات الكويسه جدا لسبب. اول حاجه ان الانالجيسك اللي فيه ديكلوفيناك بوتاسيوم. ديكلوفيناك من ضمن الديكلوفيناك من ضمن الحاجات القويه جدا كانتي انفلاماتوري، من ضمن الحاجات القويه، فانا بفضلها الديكلو كماده مسكنه. اما الماده البسيطه للعضلات اللي هي الميسوكاربامول، ودي من ضمن المواد الكويسه يعني، السيفتي بروفايل بتاعها كويس. فيعتبر الدمره هنا دي بقى من الحاجات في الصيدليه هنا في مصر، يعتبر من الحاجات الكويسه، يعتبر كده من الحاجات الكويسه كباسط عضلات ومسكن. ده كده معلومه خدها معاك كده ايه في الصيدليه. بعد كده عندنا الميسوريلاكس بارستامول مع ميسوكاربامول، ده بالنسبه لماده الميسوكاربامول. ننتقل الى ماده اخرى، ميتاكسولون، دي مش موجوده عندنا. سكيلاكزين دي مش موجوده عندنا. بعد كده عندنا ماده اخرى بقى وهي الكلوروزوكسازون. الكلوروزوكسازون ده ماده عليها تحذير ان هي بتعمل هيباتوسيلولار توكسيستي، ده اتفقنا عليه جدا. فلما الاقي في براند عامل لي بارستامول ايضا ليه هيباتوسيلولار توكسيستي، فانا كده عندي ريسكين، مش ريسك واحد، عندي ريسكين. تمام، بالعربي كده يبقى انا عندي ريسكين مش ريسك، عندي الكلوروزوكسازون وعندي البارستامول. يبقى انا ابعد خالص عن البارافون، ابعد خالص عن المايلجين. ده مايلجين تبع جي اس كي، لا ابعد خالص عنه. ليه؟ لان انا عندي المايلجين ده في دوايين، بارستامول مع الكلوروزوكسازون، والاثنين هيعملوا لي الاثنين كل واحد فيهم ليه ريسك ان هو يعمل هيباتوسيلولار توكسيستي، فانا ابعد عنه. عندي بقى تبع شركه ايفا في المايوفين بقى. المايوفين ده ايبوبروفين مع الكلوروزوكسازون. طب المايوفين ولا الدمرا افضل؟ لا انا افضل الدمرا، لان الدمرا الماده بتاعته ملهاش هيباتوسيلولار، السيفتي بروفايل بتاعها افضل، فانا افضلها. كمان الدمرا في الديكلوفيناك ده افضل ايضا من في ممكن استخدمه كمضاد التبات افضل شويه من الايبوبروفين. ده بالنسبه للمايوفين. والمقارنه بتاعت المايوفين والمايولجين انه الافضل؟ لا انا استخدم مايوفين طبعا عشان هو ما فيهوش باراستامول. في الايبوبروفين حاجتين، الايبوبروفين ملوش هيباتوسيلولار توكسيستي، والايبوبروفين ليه انتي انفلاماتوري افكت، الباراستامول ملوش انتي انفلاماتوري افكت. يبقى انا دلوقتي عندي الايبوبروفين احسن في حاجتين، ملوش هيباتوسيلولار توكسيستي، وكمان هو افضل في حاله ان هو يعمل ليه انتي انفلاماتوري افكت، فدي افضل. اما لو هقارن المايوفين بالدمرا يبقى انا الدمرا هفضله. ده بالنسبه كده معلومات ليك انت في الصيدليه. طيب
دي كان اخر ماده معانا او اخر دواء معانا كده. يبقى احنا انتهينا من حلقه النهارده. حلقه بسيطه جدا ما فيهاش غير معلومتين. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم. ان شاء الله باقي لنا حلقتين في جزء السنترال نيرفس سيستم، غير حلقه المراجعه والاسئله، يعني غير حلقه المراجعه والاسئله، يعني الجزء كله باقي فيه 3 حلقات. جزء طبعا تعبنا فيه كتير. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. كان معكم دهشان حسن دهشان، واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.